السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. طبعا من فات قديم تاه. النهارده بقى هنعمل اكلات قديمة كده، والاصل الاكل يعني احنا من زمان كده متعودين على الاكلات الحلوة دي، اللي هو الفرخ الشمرت كده يا ولاد، والاكلات الحلوة دي بتاعت زمان. تيجي نشوف هنعملها ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص. اول حاجة كده نسمي بالله ونصلي على رسول الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد. عندي هنا بصلة كبيرة، شوية سمنة. تمام، هنقلب البصلة كده ونحط لها شوية ملح، ونسيبها كده على النار لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي. بس كده وخدت معانا اللون المطلوب. بعد كده رح نحط عليها الرز. كمية الرز دي اللي هتستخدميها على حسب كمية الفراخ اللي انت هتحشيها، او الحشوة دي تنفع للحمام برضه يا جماعة، تنفع لأي حاجة انت حابة تحشيها. ممكن نعملها للحمام كداب، ممكن نعملها للحمام، ممكن نعملها للبط، أي حاجة انت حابة تحشيها. هنا عندي التوابل: قرفة، كزبرة أو كمون، وهنحط فلفل أسود. هنا ممكن انت كمية القرفة لو حاساها ان هي كتيرة ما تحطيش كتير، حطي حاجة بسيطة خالص. جربي في الأول حاجة بسيطة كده في القرفة، لو عجبتك كل مرة استخدمي نفس النظام نفس الكمية بس ما تكتريش. بعد كده هنسويها تلتين تسوية، يعني تلتين، يعني نسوي تلتين الرز تسوية، مش هنسويه كامل. تمام، هنحطش مية كتير من الأول يعني، لأن ده لسه هيخش تسوية تاني فمش ما يعجنش معاكي. هنحط هنا ايه، تلتين المية اللي احنا هنعملوها عادي. نغطي عليه وظبط الملح وتمام والدنيا. وبعد كده نقطع عليه النار خالص لحد لما يبرد معانا كده ونعرف نحشي بيه. هنا كده الأكلة التانية لحد لما الرز كده يبرد معانا شوية. هنا عندي كمية البصل اللي هنستخدمها، وركزي معايا ضروري في شوية السكر دي، لأن هي هتفرق معاك في حاجات كتير. هتفرق معاك أول حاجة في لون البصل، في طعم البصل. تاني حاجة هتفرق معاكي ده لما فرقت في لون البصل هتفرق معاكي في لون الصلصة نفسها، وهتخلي معاكي طعم البصل تحفة، وهتظبط معاكي طعم الصلصة. هنا عندي الفراخ شمورت، أو احنا هنا بنقول عليها ديوك بلدي. تعمل هي الفراخ كده يعني مش كبيرة، بس هنفرغ بين الجلد. دي برضو ترجع لذوق. شايفة خدت بالك من حتى تحت صباعي دي البني دي؟ أنا ما خدتش بالي منها، وكانت السبب إن هو الديك كده الرقبة بتاعته تفرقع. تمام، فلو لقيتيها زي كده بلاش تحشيها أحسن يعني. هنا كنت بفرغ برضو عند الرقبة كده عشان الرز كده يبقى مظبوط فيها. هنحشي ازاي؟ في بنات كتير وفي ناس كتير والله العظيم يعني مش بتعرف تحشي الفراخ ولا الحمام. طريقة سهلة جدا. هتسيب الرز كده يبرد معاك شوية، وهتدخلي من تحت كده لحد الرقبة فوق. هتلاقيه دخل معاكي لحد الرقبة فوق. فبلاش انا مش بحب ولا بفضل ان انت تحشي من فوق الرقبة زي الممبار، لان ده بيبقى في اغلب الوقت في ناس كتير ما بتعرفش تحشيه، ممكن تقطع الرقبة. ده حاجة ممكن برضو ان انت فالحشية من فوق بتبقى صعبة بتاعت الرقبة، فخليكي من تحت أحسن. وهتحطي الرز كده في بطن الديك أو بطن الحمامة، وتلزي كده لحد الرقبة فوق. كده خلصنا حشية الرقبة معانا. بعد كده هنجيب تحت الجلد كده في الصدر وتوزعي كويس. أهم حاجة توزع الرز كده عشان يطلع معاكي متناسق شكله ومظبوط. وفي ناس كتير برضو يا جماعة مش بتعرف تكتف الفراخ. هي طريقة سهلة خالص مش صعبة ولا حاجة. أنا كنت الأول كده يعني كنتش نعرف حاجة، فمع الوقت تتعلميها وسهلة خالص. هنعمل الأجنحة زي كده. لو انتي مبتدئة أو أول مرة تعمليها ما تعمليش الأجنحة زي كده. ليه؟ لأن دي هتعرفي بها التسوية بتاعت الديك. ازاي نعرف بها التسوية؟ بصي، لما تحطي الديك كده وتعايزي تعرفي استوى ولا لأ، تيجي ترفع الديك كده بالكبشة. هتمسكي الجناح كده، أول ما جناح كده لقيتيه طالع في ايدك كده، ومش طالعة كله، لأ، لقيتيه كده خلاص يعني استوى معاكي، عرف ان ده استوى وخلاص. لكن لو قاعد شديد الجناح ما تحركش من مكانه، يبقى ده لسه عايزة تسوية تاني. خدتوا بالكم من طريقة القفلة؟ هنا المكان اللي احنا بنقفل فيه نحط الرجل بتاعة الفرخة دبوس كده، والتاني تحتيه معاه في نفس الفتحة. لو ما قدرتيش تدخليه معاه في نفس الفتحة لا، فانتي خليكي جنبيه احسن. نفس النظام هنحشي الديك التاني برضو. هنحط في قلب الفرخة كده ونلز لحد لما توصل معانا للرقبة فوق. فكرة طريقة اسهل واسرع. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بس كده هتجيبي هنا تحت الجلد، تحت فوق الصدر بالظبط، وهتسويه نفس النظام. عملنا الأجنحة.
وهنا ده هنحشي القلب بتاع الرز. انا وريتك طريقتين هنا مخصوص لان في ناس بتحب تحشي قلب رز وفي ناس مش بتحب تحشي قلب رز. ادي كده دخلنا رجل، ادي التانية يا تدخليها معاها في نفس الفتحة يا تحتيها. هنا مش راضية تدخل معانا، تمام، فخلينا نطلعها من الناحية التانية. بصي بكل سهولة، بكل سهولة. الحركة دي انا بعملها ليه؟ لان لما نيجي نحمر في الاخر الديك بيبقى معنا سهل. تمام، زي ما شايفة كده حشيناها في ثانية. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. والأكلات اللي هي اللي تعودنا عليها دي من أيام زمان الحلوة. زمان كانش في فراخ بيضة ولا كان في اللي هو الفراخ البياضة دي، لأ، احنا تعودنا على الفراخ البلدي. من يوم ما بطلنا الفراخ البلدي وكده والناس بقت صحتها مش تمام، لأ، هي الحياة دي اللي بتجيب الصحة كده والأكل الحلو ده. هنا هنحط ايه في الشوربة؟ حبهان، ورق لورا، فلفل أسود، حب، بصل، طماطم. يا سلام هنا لو عودين كزبرة خضرا، خلي الشوربة حكاية. زي ما شايفين كده، وهي الفراخ نظيفة مش محتاجة ولا أي حاجة. أنا غسلتها بمية وليمون ونقعتها وقت كده في مية وملح وليمون. وادي هنا شوية الملح كده نظبط بهم الشوربة عشان الفراخ تطلع معانا متملحة كده وحلوة. بعد كده النار أول ما تغلي معانا الشوربة ونهدي عليها خالص، مش خالص يعني، نخليها ايه، متوسطة، مائلة لليه إن هي تكون ضعيفة. هنا هنعمل البامية. في ناس كتير مش بتعرف تعمل البامية كده، البامية الخضراء. بصي الطريقة بتاعتها الصح، هتقطع اللي هي الحتة اللي من فوق دي، تقطع الحتة اللي من تحت، تديها 3 ضربات 4 كده من السكينة. تمام، تاني نقطع الحتة اللي من فوق والحتة اللي من تحت 3 4 ضربات كده بالسكينة. يستحسن انت لو هتعمليها بالمفراق ما تعملهاش بالطريقة دي، انت تقطعيها تمام حلقات. انا هنعملها بمفراق فهنعملها بكده. لكن لو هتضربيها بأي حاجة تانية مثلا في الخلاط فتضربيها بالهاند بلندر، تقطعيها حلقات عشان ما تاخدش معاكِ وقت وتبقى في نفس الوقت ليها عرق. لأن البامية لو اتضربت كتير هيبقى ليها عرق كده وفيها مزلقة كده مش حلوة خالص. هنا كان في لو خدت بالكم من البامياية دي اللي خليتها على جنب، دي كده كانت ناشفة مش هتنفع خالص في التسوية. ادي البصل، بصي كده في اللون البصل بسم الله ما شاء الله. اللون ده واخدينه من حتة السكر اللي احنا حاطينها، ربع معلقة سكر بسيطة هتفرق معانا في حاجات كتير والله. انا كنت الاول مش بحب السكر ده في الاكل ولا بفكر ان انا احط سكر اصلا في الاكل، بس بصراحة بعد ما جربت ان انا احطه في البصل بتفرق خالص خالص. هنا ما كانش عندي طماطم واستنيت حد يعدي كده لان الخضار كده معاهم طماطم ما لقيتش، فكان عندي كيسين في التلاجة صلصة كده، طلعت واحد كده واشتغلت بيه بصراحة زي الفل. وهنا كنت حاطة الفاصوليا على جنب، اديتها غلوتين كده وبعد كده طفيت عليها النار. ادي هنا بقى فصين توم هنقطعهم حلقات كده في الشوربة، دول هنعمل منهم البامية. بتفرق في الطعم على فكرة، لما تحط التوم في الشوربة كده بيدي طعم للبامية كده تحفة. سيبكم من الهبل اللي انا بعمله ده. الاكلات الحلوة دي هي دي، بص، والاكلة اللي بترد الروح دي كده. يعني سيبكم من البرجر والحياة دي، لا، هي الحياة دي حلوة وتمام، بس الاصل هي دي، هي الاكلات الحلوة دي. أكلات أمي وأكلات اللي احنا اتعودنا عليها كده من زمان. حطينا بامية كده بعد ما الشوربة غليت ونسيبها كده لحد لما البامية تستوي. هنا كانت الفراخ استوت معانا وزي الفل. بصوا ده الرقبة بتاعتها فرجعت، لأن الحتة اللي قلت لكم عليها دي كانت مفتوحة ان الرياشة لما كده بتريش الفراخ مش في جهاز كده بيلف فيك بيطلع الريش، اهو بسبب الحتة بتاع اللي بتلف دي كده. بس كده طلعناهم كده وهنسيبهم كده على جنب يهدوا معانا شوية عشان نعرف ندخلهم يتحمروا معانا. ودي هنا نعمل شوية الرز، شوية الرز بس ايه، عسل. من الشوربة العسل دي اللي احنا عملناها يطلع رز خرافي. شوية سمنة شوية زيت اللي انت تفضليه، او تحط اتنين زي ما انا بعمل، انا بحط سمنة وزيت. وهنحط عليهم شوية الشعرية كده وهنهدي النار ونسيب الشعرية كده تاخد اللون الحلو معانا. بصراحة يا جماعة أنا بحب البامية الخضراء، بحب البامية الحمراء، ويا سلام لو البامية الحمراء كده معمولة في طاجن وفيها كده لحمة ضاني أو لحمة، يعني على حسب، لو في لحمة ضاني أو لحمة عادية، تبقى تحفة تحفة تحفة. شوية سلطة وشوية رز كده
وهي دي الوكلة المثالية بالنسبة لي. وادي شوية الفاصوليا كده حطيتهم في الصلصة، بس ايه شوية تقولي فاصوليا كده لوز، وادي التصبيرة. مش متعودة نعمل كده، بس ادي شوية شوربة كده وجونصة او كبدة، دي مش فاهم مش شايفة كويس، او هي التصبيرة دي لحد لما الغدا يجهز. بس كده، وكانت الشعرية خدت اللون التحفة بتاعها كده معانا، وحطينا شوية الرز، وبعد كده تقلبيهم كويس. اهم حاجة الرز ياخد معانا الحرارة التمام، وهنحط عليه فلفل اسمر وشوية ملح، ولو حابة تضيفي مرقة من عندك تمام. انا بصراحة بعمل حركة كده في الرز تخلي طعمه في حتة تانية. انا دلوقتي بعد ما نعمل الصلصة بتاعت الخضار اللي انا عملتها دلوقتي، لو عندي في الخلاط فضلت شوية كده فيهم ايه، فيهم طماطم كده وتوم من الخلاط، ونحط لهم شوية مية كده وننزل بيهم على الرز. احلى رز بصراحة، تاكل الرز كده تاكل صوابعك ورا. بصوا هنا في ايه، في حبة هنايا متسللة كده، دي تتسبب في طلاق النهارده. ترحوين تعالي، طلعتها كده يا جماعة، مش هنسيبها لا ابدا. بس كده، وظبطنا كمية الشوربة بتاعة الرز، وتهدي عليه النار يا ستي، وتسيبيه كده زي الفل يعيش حياته لحد لما يستوي. شوية الملح، شوية الفلفل الأسود، دي التقليبة كده، الملح والفلفل. بس كده ومع السلامة. هنا هنعمل التقلية بتاعة البامية. البامية دي سهلة خالص، ما فيهاش أي افتكاسات، وطعمها تحفة تحفة تحفة. يعني أنا بحب البامية، بحب الملوخية، بحب أي طبيخ أخضر. هنا كده بس حطيت ورقتين كزبرة خضرا، تدي معنا طعم تحفة بصراحة. تنزلي بالبامية بعد ما عملناها بالمفراك، بعد كده ورقتين كزبرة خضرا كده وتمام. كزبرة خضرا بتفرق جدا في الطعم، تخليها يعني كده توب التوب يعني. وادي هنا كانت الفراخ كده بردت شوية، هنعمل بقى الخلطة اللي هتخلي معاكي أي حاجة كده تحمريها في فرن تحفة. ادي هنا توابل الفراخ مع شوية كزبرة ناشفة كده وشوية فلفل أسود، ضربي ده كله مع بعضه. أنا هنا ما عنديش صلصة، كانت خلصت اللي هي الصلصة بتاعت العلب دي، فأنا أخدت كبشة صلصة كده من الفاصوليا. ندي بقى الفراخ كده تتبيلة كده، ونوزع عليها التتبيلة بالفرشة كده كويس. أهم حاجة تديها الوش كده بالتتبيلة تمام، عشان تاخد معاك اللون المية مية. بس كده، ونحط عليها أي مادة دهنية انت حباها، حابة تحطي زيت، حابة تحطي سمنة بلدي، حابة زبدة، سمنة، تحطيها كده على وش الفراخ وما توزعهاش خالص، تحطيها على وش الفراخ كده، تخش الفرن معاكي، هي هتسيح وتنزل على الفراخ كلها تمام. دخلت معنا الفرن وخدت اللون الروعة ده. بس كده بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، حاجة كده روعة، شغل عالي. هو الأكل كده يا بلاش يا جماعة بصراحة. ادي كده فراخ بس عسل، خدت اللون المظبوط معانا. هنا بقى الجرنش او التزيين زي ما انت حابه كده، انا حطيت شرايح ليمون. انا بحب دايما احط شرايح الليمون كده في الاكل، تدي كده احساس حلو كده، بنحب اللون الاخضر كده انا في الاكل. شويه كزبره كده على الوش. دايما يا جماعه نهتم بالتزيين كده لتقديم الاكل، لان دايما العين بتاكل قبل البق، لازم تبهريهم كده في البيت. شويه سلطه، شويه فاصوليا تحفه، رز رائع بصراحه، شويه الباميه الخضراء اللي احنا عملناهم مع بعض، وشويه شوربه كده، واحلى غدا النهارده كان معانا بصراحه. يعني اعمليها بالطريقة دي وانت مش هتندمي، لان جربيها وقولي رأيك فيها في التعليقات، لان بصراحة بجد بجد تستاهل التجربة، بالذات الفراخ. لان الفراخ الشمرت كده والفراخ البلدي دي مهدور حقها جامد جامد، لان بصراحة طعمها احلى 100 مرة طبعا من الفراخ العادية. لا، وطعمها طعم وفيها فوايد وما فيهاش اي حاجة غلط. والسلام بقى لو احنا مربينها في البيت، يبقى كده حاجة روعة. ما تنسوناش اخواتي في الله كده تدعموني في نهاية الفيديو كده بلايك وشير، وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ولو انتم وصلتوا معنا لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش تدخلوا كده على القناة وتاخدوا لفة كده وتشوفوها، وان شاء الله هتعجبكم، وتكونوا مشتركين معنا في اصل الاكل مع خلود. بصي كده الفراخ، شايفة كده
حاجة تحفة، مستوية كده وزي الفل. وأحبائي في الله، نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.